كل مشروع ولا في كل فكرة حاولت نبنيها في الانترنت ولا في الواقع، إلا وكان من وراها بزاف ديال الدروس والعبر اللي غادي نحاول نبارطاجيها مع العالم، مع المغاربة بالخصوص في هذا البودكاست. معكم أيمن. هذه تقريبا 7 ديال العشية بتوقيت مدينة باريس الجميلة، واليوم ملائم باش نقاد حلقة جديدة من حلقات هذا البودكاست. الحلقة ديال اليوم غادي نحاول نتطرق فيها لواحد الموضوع اللي كنعتبره واحد السلاح، واحد الويبن لأي اندي هاكر ولا أي واحد باغي يتلونسا في لافونتور ديال صناعة التطبيقات ولا المشاريع الرقمية في الويب. الموضوع ديال اليوم غادي نتطرقوا للاي سي او، وغادي نتطرقوا ليه بواحد الطريقة جينيرال، ما غاديش نتعمقوا بزاف تكنيكال ديتيلز، وغادي نخليو هادشي كامل لكل ديتيل غنخليو الابيزود بوحدها فين غادي نكونوا متعمقين مزيان. SEO بكل بساطة كيعني Search Engine Optimization، ولا بالعربية تحسين محركات البحث. لوبجيكتيف ديال ال SEO وشنو اللي مزيان فيه هو راه كيخليك تجيب واحد ترافيك اللي تيكون اورغانيك من جوجل. وشنو كنعني ترافيك اورغانيك؟ ف كتجيب اليوزرز ولا فيزيتورز الاب ديالك ولا السيت ويب ديالك بلا ما تخلص ادز. ودي حاجه مهمه للاندي هاكرز ولا الناس اللي يلاه ملونسين ما عندهمش فلوس باش يخلصوا الادز. علاش هاد الاي سي او مهم؟ كما يلاه ذكرت، وانت بادي راه ما كيكونوش عندك فلوس بزاف باش تلونسا، بالاحرى ما تيكونش عندك واحد التيم ديال الماركتينغ. دونك فرا من المهم تعرف شي شويه الاي سي او، واللي كيخليك انك دير هاد الماركتينغ وتسوق البرودكت ديالك ولا الويب سايت ديالك بلا ما تخلص بزاف ديال الفلوس. ومني كتخدم لي باز والانفراستراكشر ديالو مزيان، فراه كيبقى خدام عليك 24 على 7. اي سي او مهم حيتاش لي فيزيتور اللي كيجيو من جوجل فراه كيجيو بنيه ديال باغيين حل، ماشي ها فضوليين باغيين يشوفوا شي حاجه بحال في بلاتفورمز بحال تيك توك ولا انستغرام. فيزيتا في جوجل فراه تيكتب how to fix this ولا how to improve this ولا I need this، وهنا الخدمه ديالك على الاي سي او كتخليه يطيح في الارتيكل ديالك ولا في السيت ديالك بالزربه الا كان بيان سور في الباج الاولى. الاي سي او مهم حيت الكونفرجن فيه كيكون عالي بزاف. علاش؟ لانه اي فيزيتور فراه كيتيق في الحل اللي كيلقى في الباج الاولى ديال جوجل. بالاساسيات اللي خصك تعرف واللي غنتطرقوا عليها كما قلت بطريقه جنرال في هذا الابيزود، بالاساسيات ديال السيو اللي خصك تعرف فراهما 3 كبار. نقدر نهضر على الكيورد ريسيرش. فرضا انت باغي تبيع واحد البرودكت اكس، ياك؟ فرا اول حاجه خصك دير في بالك هي انك خصك دير واحد الكيورد ريسيرش، وكتخدم بتولز بحال مثلا اشرف اللي هو فابور، كيخليك دير واحد لا ريشيرش على الكيوردز. كيوردز من كلمه مفتاحيه، هما دوك الكيوردز اللي كيستخدم الفيزيتور اون فوا كيتحط في جوجل وباغي يقلب على شي حل، مثلا um, how to manage my project ولا how to optimize my budgeting. وهنا في الحلول كتلقى ناس تيبروبوزيو ولا جوجل كيبروبوزي الناس اللي كيبروبوزيو solutions لداك اليوزر اللي طاب هاد الكيورد في جوجل. الاوبجيكتيف ديالنا في هاد المرحله ولا في المرحله ديال الكيورد ريسيرش هو نلقاو واحد الكيورد عندها واحد الفوليوم متوسط، المنافسه فيها ضعيفه. مثال الكلمه عندها فوليوم كثير، مثلا الا طابيتي اي سي او في جوجل فراه كتلقى فوليوم كبير، بزاف ديال الناس كيقلبوا على كلمه ديال اي سي او في جوجل. وهنا صعيب انك تكون بيتي زعما against دوك الناس اللي كيكتبوا articles ولا كيلقاو حلول لي سي او في جوجل. دونك ايفيتي. دونك لوبجيكتيف ديالك هنا هو تلقى كيوردز اللي الناس ما كيقلبوش عليهم بزاف، يعني فوليوم متوسط، منافسه فيها ضعيفه، باش تطلع دغيا بالزربه للباج الاولى، ياك؟ وجوجل يبروبوزي السولوشن ديالك للناس اللي كيقلبوا على ديك الكيورد. من الاساسيات الكبار ديال الاي سي او فكنلقاو الاون بيج اي سي او، واللي كنعنيو به اننا هاد الكيوردز ملي كنلقاهم فراه كيخصنا ندخلهم في اي بلاصه في السيت ويب ديالنا ولا في الاب ديالنا ولا في اللاندين بيج ديالنا. ملي كنقول اي بلاصه فراه كنهضر على H1 H2 H3 tags، خصنا ندخلوهم في الميتا ديسكريبشنز، خصنا ندخلوهم في الالت ديال
images خصنا ندخلوهم في الارتيكل اللي كنكتبو بواحد الطريقة bien sûr اللي تكون منظمة و structurée باش جوجل يعرف بلي ويقول بلي فوالا هاد اللاندين بيج ولا هاد الويب سايت ولا هاد الارتيكل فراه عندو الحل اليوزرز اللي كيجيو عندك يقلبوا على الحل. هادي هي الفكرة العامة. بين الاساسيات الكبار فكنلقاو البيج سبيد و responsive واللي كيدخلوا في واحد الخانة ديال technical SEO، واللي هنا خصك تعرف بلي جوجل كيعطي الأولوية للمواقع اللي سريعة بزاف. وانت كإنسان عنده ويب سايت فخصك تعرف انك كيفاش دير واحد لوديت للويب سايت ديالك من كروم، هنا غادي يطلع لك كاع الميتريكس اللي خصك تامبروفي باش السيت ديالك يولي سريع. ملي كتكون ديفلوبر فاكيد فراه هادشي غادي يجيك ساهل تخدم عليه، ومهم تخدم عليه حيت جوجل غيعطيك الأولوية من بعد. تاني حاجة responsiveness، وانت كتقاد واحد السيت لجوجل فضروري ومؤكد انك تقاد واحد السيت اللي responsive، بمعنى انه كيخدم في الموبايل والتابلت مزيان. وين فوا كتقن هاد تو ميتريكس فراه جوجل كيطلعك في الباج الاولى الا خدمتي هادشي مزيان. كنجيو لواحد البيلي الكبار ديال السيو هو الكونتنت اولا المحتوى اللي كيجيب الترافيك. فكما قلنا قديتي واحد الساس مثلا ودرتي ليه واحد لاندين بيج فضروري انكلودي واحد البلوغ اللي فيه ارتيكلز اللي غتكتب فيهم داك المحتوى اللي غيعاونك باش تجيب ترافيك فابور لداك الساس ديالك. تنقول محتوى فراه كنهضر على مقالات كيحلوا مشاكل، مثلا عندك تول كيقاد لاندين بيجز فراه خصك تقاد واحد الارتيكل تيهضر على كيفاش تبني صفحة هبوط كتكونفيرتي. مثلا داك الكونتنت تيكون ريتش بالكيوردز ديالك وبالكيوردز اللي كيقلبوا على اليوزرز. هادشي كيخلي جوجل يفهم بلي فوالا داك البلوك ديالك راه كيعالج الحلول اللي عندهم علاقة بالبرودكت ديالك. هنا كتزيد الفرصة على أن جوجل بروبوزي سولوشنز ديالك لليوزرز اللي باغيين البرودكت ديالك، وكنتيجة فراه كتجيب الكونفرجنز فابور بلا ما تخلص الادز كيما قلنا في الأول. خصك أيضا تكتب FAQ pages ولا guides بحال how to use X مثلا X هو البرودكت ديالك. المهم كتبقى مستمر في الكونتوني. ملي كدير واحد استراتيجي ديال مقال كل سيمانة لمدة عام هي سيغت خدمة كبيرة، ولكن كيما قلت في البداية ديال البودكاست فراه بليفي ديال compounding فراه غتعطيك نتائج، ونتائج اللي محققة وبزاف ديال الناس لقاو بزاف ديال النتائج حيتاش استمروا في هاد الجيم ديال الSEO. بيان سور ديما في كل بودكاست تنهضروا على شي موضوع فراه خصك تعرف بلي في 2025 كيتول أي حاجة باغيين نديرو. من الأدوات والتولز اللي غيعاونوك في الSEO فكاين جوجل سيرش كونسول اللي كتربطو بالدومين ديال الموقع ديالك، وكل مرة كيعطيك شنو الكلمات اللي كتجيك وشنو الرانكين ديالك في جوجل والامبريشنز اللي كتحصل عليهم. تنقول impressions فراه تنقول شحال من مرة تشاف السيت ويب ديالك ولا الباج ديالك في جوجل. وهاد الميتريكس فراه مهمين باش تعرف اكزاكتومون على اش من باج خصك تخدم وشنو خصك دير باش تزيد تطلع من الرانكين ديالك. Ahrefs تولي فابور ومزيان كيخليك تعرف ال SEO health ديال الويب سايت ولا اللاندين بيج ديالك، كيخليك تعرف شنو الكيوردز اللي عندك، المشاكل اللي عندك في السيت وخصك تصلحهم باش improvi داك السكور ديالك. كيخليك تعرف بزاف د الحوايج وغادي نتريطيهم سيغت في حلقة أخرى غادي نهضر فيها على كيفاش نخدم بهاد التول هذا. كاين بزاف ديال التولز بحال ChatGPT أي AI tool فراه مهم ليك باش تكتب الcontent باش تاناليزي الريزالتس ودوك الميتريكس باش تعرف معلومات أخرين غادي يعاونوك باش improvi الSEO ديالك. وكاين واحد التول آخر اللي سميتو Screaming Frog a professional tool اللي كيخليك دير واحد الاناليز تكنيك للسيت ديالك اللي خدام ليه على الSEO. قبل ما نختم هاد الحلقة واللي هضرت فيها بطريقة جينيريك على الSEO حيتاش SEO 101 غنبغي نقول بواحد الخلاصة بلي الSEO ماشي ماجي وماشي صعيب وما عمرو ما كان صعيب، فقط واحد الخدمة اللي عندها certains باز اللي غادي نتطرقوا ليهم في حلقات جاية.
خاصك تعرف باللي هو فقط تركز على الكونتنت اللي فيه واحد الفاليو اللي تيكون ستركتوري ومنظم، اللي غيجيب لك ترافيك بلا فلوس من بعد. وهذه حاجه مهمه لاي واحد منوصف الدومين ديال المشاريع الرقميه في الانترنت. لوبجيكتيف ديال لي سيو هو خاصك تخدم على لي باز مزيان، تقاد واحد الانفراستراكشر مزيانه، وتنضمن ليك بلي راه الوقت غادي يخدم معاك وغادي يجيب لك كونفرجنز والترافيك. الا وصلتي معايا حتى لهنا فراه كنبغي نشكرك مره اخرى. تنقول لك بارطاجي الحلقه مع صاحبك اللي مهتم بلي سيو واللي باغي يتعلم لي سيو. كنوعدك بلي الحلقات ديال لي سيو جايين غادي يكونوا مديتايين مزيان، وغنديتايو كل حاجه ذكرنا في هذا البودكاست بطريقه معمقه. كنطلب منك ايضا انك تخلي لي فيدباك ولا كومونتير صغير تقول لي شنو اللي عجبك وما عجبكش باش نادابتي البودكاست على ودك. كان معكم ايمن، شكرا والى اللقاء.